اليوم شفنا دي كرونيكور يحضر لك باستمراريه في برنامج وبعد يمسك نادي يدربه. فما دي كرونيكور وكلاء لاعبين، وهذا خطير جدا، موجودين حابش نسمي الاسماء في برامج وفي منابر اذاعيه وتلفزيونيه محترمه وتحظى بنسبه مشاهده عاليه، وهم وكلاء لاعبين يعني يسوقوا اللاعبين والمدربين. فما مدربين عاطلين على العمل يجيو في حصه 2 3 يمرر رسائل ينال بهم تدريب نادي، فاصبح كانه مكتب شغل. فما اليوم مستشارين يفرض عليك المحلل او الكرونيكور الفلاني يكون حاضر وهو يتكفل بخلاصه، وهو الكرونيكور اليوم ايضا لضمان الكرسي نتاعو بعلاقاته يستقطب لك مستشارين. اليوم نختاروا 4 كرونيكور، 4 ممثلين للانديه، ما نسميهمش كرونيكور، ممثلي انديه في البرامج الرياضيه. وللاسف اصبح التنافس بين المنابر الرياضيه على اختيار اشرسهم، والتمثيليه لابد انه يكون فيه 4 للانديه الكبرى ويتغاضوا على بقيه النوادي. مع احترامي للبعض وهم قله قليله، حتى فما نجوم كان في المنتخب في انديتهم في فتره من الفترات اصبحوا يتسابقوا لارضاء مسؤولين ولمنح النشوه للجماهير على حساب كلمه الحق او الميثاق الاعلامي والميثاق الرياضي، لانهم قاعدين يسكبوا في الزيت فوق النار، قاعدين يكسبوا في نقاط لمصلحتهم في جهتهم وفي نواديهم، وقاعدين يعفنوا ويعكروا في مشهد كامل، لانهم هذو ناس يجيوا يحضروا ساعتين من زمان في استوديو محمي وينفذ سمومه حسب اهوائه، وبعدين الصحافي والتهم تلقى على كل الاعلاميين الرياضيين.